هو ليه في راجل ممكن يعادي ست؟ بيني وبينكو الموضوع ده انا مش اول مرة اقف عنده كست في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، لاني بمنتهى البساطة قابلت قبل كده كتير عداوات من الرجالة، وكان السبب الاساسي ليها هو الغيرة والتنافس. وبما اننا عايشين في عصر شات جي بي تي، تعالوا مع بعض نسأله ونشوف رأيه ايه هو كمان. ازيك يا شات جي بي تي، عامل ايه؟ أنا بخير الحمد لله. طمني عليك، إيه الأخبار عندك؟ أنا كويسة. عندي سؤال شاغل بالي بقاله فترة كبيرة، يا ترى ليه الراجل ممكن يكون بينه وبين الست عداوة؟ العداوة بين الراجل والست ممكن تنشأ لأسباب متعددة. أحيانا بيكون السبب اختلاف في القيم أو الأهداف، أو ممكن يكون في تنافس في مجال العمل، أو حتى سوء تفاهم شخصي. أحيانا ممكن تكون العادات والتقاليد أو الأدوار الاجتماعية بتأثر على التفاهم بين الطرفين. المهم هو إننا نحلل الأسباب دي ونحاول نعالجها بالحوار والتفاهم. الكل ليه دوره ومسؤوليته، ولو في اختلافات الأفضل نحاول نحلها بطريقة محترمة ومنصفة. طريقة محترمة ومنصفة. احنا اتربينا في بيئة بنقول فيها دايما الرجالة قوامون على النساء، فللأسف انا بكون متوقعة دايما من كل الرجالة ان يكون القوامة دي في التعامل، سواء واكيد في العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة، وكمان بين الزمايل في الشغل. وايوه انا من الستات اللي اتأذوا من الرجالة بسبب تنافس في الشغل ومصالح زي ما قال شات جي بي تي، وعلى عكس ما كنت متوقعة تماما ان الراجل ممكن يعامل الست كده. بس بصراحة اللي خلاني اتكلم النهاردة هو الصورة اللي انا شفتها دي معاكم. انا معاكم اني ممكن اغلط في كلمة وانا بكلم حد وتضايقه، بس بمنتهى البساطة يقول الكلمة دي ضايقتني ما تكرريهاش تاني، او ناديني بلقب معين او ناديني باسمي، لكن مش يقول لي انت مجنونة. وفي نفس الوقت يعمل بوستر زي ده والناس كلها عارفة معناه، وهو كبير وهي صغيرة. بصراحة حاجة غير لائقة تماما، ومثال مش كويس في التعامل بين راجل وست زملاء في نفس المجال قدام الناس، وخصوصا لو هو نجم بالحجم ده. ما ينفعش يكون قدوة كبيرة والناس بتبصله ويكون ده تصرفه. قولولي انتوا كمان ايه رأيكم في الموقف وفي التصرف وفي الموضوع اللي كبر جدا ده، واحكولي كده لو تعرضتوا لأي موقف مشابه من زمايل ليكم رجالة بسبب التنافس في الشغل أو غيرة أو لأيا كان. باي باي.